السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو هذا غادي نوضح لكم كيفاش نديروا حساب في موقع ستوكي. اول حاجه كنجيو هنايا لبلاصه الغوشيرش ديال جوجل، كنكتبوا stocky.io وكنوركوا على هذه الخانه الاولى هذه. من بعد هذه الخانه هذا الزر الازرق كنكليكيو عليه اللي هو تسجيل الدخول. من بعد هنا عندنا الاختيار، نقدروا نديروا حساب بالنمره ديالنا اولا بالجيميل، انت كتختار اللي بغيتي. انا غندخل بالجيميل ديالي كيف ما كتشوف. بالتالي هنا غندير كلمة المرور متابعة، وحنا نشأنا الحساب ديالنا. هنا غنديروا الاسم ديالنا، وهنا رقم الهاتف اختياري ديروا ولا ما ديروش. هنا غادي ندير الكود بين اللي الشاشة مثلا الا خليتها مفتوحة كدوز واحد المدة كتعاود طلع لك، وهنايا كدير هذا المود باس هذا، او ها هو الحساب ديالنا تنشأ. إنشاء متجر. هنا مثلا الاسم دروغري، هنا كتالوج جديد، هنا بالعملة غنديرو الدرهم ونديرو إنشاء. في هذا المقطع باش نوضحوا كيفية إنشاء أول منتج في المتجر ديالنا. باش نديرو أول منتج غادي نوركو على الفهرس. كيف ما كتشوفوا ما عندنا حتى شي منتج. كنوركوا على دوك 3 النقاط للفوق، كنديروا اضافه. على سبيل المثال هنايا كنديروا الوصف ديال المنتوج ديالنا، مثلا السميه ديال المنتوج. هنا الرمز نقدروا نديروا الكود بار ديال البرودوي. هنايا الفئه مازال ما عندناش، يعني غادي نديروا زائد وغادي نديروا اسم الفئه وغادي نديرو اضافه. هنا غادي نديرو سعر الشراء مثلا 0 ولا 15 درهم، وهنايا غادي نبيعوه ب 25 درهم. هنا كميه ديال المخزون ديال المنتج اللي عندنا مثلا 10000. وهنايا واش المنتج ديالنا مفعل اولا مبطل. دابا نضغطوا على انشاء. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نديرو المود باس اللي درنا في الاول، وهو المنتج ديالنا تنشأ. اذا دابا هذا المقطع باش نزيدوا الصوره للمنتجات ديالنا، كندخلوا المنتج ديالنا اللي درنا قبيله. هنا كنديروا الصوره ديال المنتج ديالنا، كنوركوا على اضافه صوره، كنديروا التصويره ديال المنتج، كنديروا تاكيد، وها هو المنتج عندنا بالصوره ديالو بالمعلومات ديالو. دابا هنا نشوفوا شحال عندنا في المخزون. كيف ما كتشوفوا الكميه القيمه. هنا نضغطوا على حفظ. دابا في هذا المقطع الا بغينا نزيدو زبون او الكليان عندنا كنديروا باك هذاك السهم باش نرجعوا اللور. وهنايا كنوركوا على العملاء كيف ما كتشوفوا. كنضغطوا على 3 النقاط للفوق، كنديروا اضافه، الاسم ديال العميل اولا ديال الزبون، البريد الالكتروني ديالو والنمره ديالو. نديروا حفظ وها هو السجل عندنا. نقدروا دابا نبركوا عليه، نشوفوا المعاملات، القيمه وصافي. هذا المقطع باش نعرفوا كيفاش نشوفوا المعاملات ديالنا. باش نشوفوهم غادي نوركوا على المعاملات. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشوفوا كاع المعاملات اللي درنا في المتجر ديالنا. هنايا لا سجلت شي مبيعات كتبان لك الواردات. وهنا نقدروا نديروا فلتر كاع، نديروا الوارد، نشوفوا الواردات بحدهم، هما الواردات كيطلعوا بحدهم. شوفوا المبيعات بحدهم كما كتشوفوا. دابا في هذا المقطع غادي نشوفوا كيفاش نسجلوا عمليه البيع. غادي نضغطوا على بيع، وكيف ما كتشوفوا معايا هنا غادي نديروا اولا نقلبوا على السميه ديال المنتج، غادي نكتبوها غادي تطلع لنا.
اولا نقدروا نضغطوا هنايا وكيخرج لنا البرودوي بالتصويره ديالو. كنزيدوه هنايا مثلا عندي 2، نقدر نبدل الكميه، ندير 100، ندير 5، ندير اللي بغيت. هنا نبدل الثمن، ندير الثمن اللي بغيت مثلا 2900. كنضغط على حفظ كيف ما كتشوفوا معايا وكيخرج لنا تمايا البيع. كنضغطوا عليه وكيف ما كتشوفوا الكميه، الثمن، كلشي، الوصف، كلشي. وتما نقدروا نامبريميو اللي بغينا كاع. دابا في هذا المقطع الا بغينا نسجلوا عمليه البيع لواحد الزبون محدد، كندخلوا للبيع، كنكليكيو هنايا، كنختار البرودوي ديالي، وهنايا كنضغط على هاد الزائد هذه المجموع، كنديروا العميل. نقدر نقلب على سعد العامل اللي دخلنا قويله، نقولوا باللي عندنا واحد 4 المنتوجات، حفظ، وكيخرج لنا هنايا العميل سعد. نديروا رجوع، نقدروا نشوفوا بطريقه اخرى ونمشيو للعملاء ديالنا. كيف ما كتشوفوا ها هو سعد، كنضغطوا عليه كنشوفوا المعاملات ديالنا، القيمه والمعاملات. في ستوك شي حاجه اولا نسجلوا الواردات، كنضغطوا على وارد، كنجيو الوارد هنايا، كنكليكيو تمايا، كنختاروا البرودوي بالتصويره ديالو كيف ما كتشوفوا اللي بغيت نزيد فيه، وتما كنديروا شحال زدت مثلا 1000. تما فلوس كنديروا حفظ، وهنايا كنديروا التحقق. هنا كنديروا مود باس، كيكون عندنا هنايا الوارد اللي هو هذا كيف ما كتشوف، وارد 1000. دابا هاد المقطع باش نقيدو شحال عندنا في لاكيست. ما حدنا درنا مبيعه، كاينين لاكيست غادي تكون عمرات. كنضغطوا على الصناديق كيف ما كتشوفوا هنايا اجمالي المبيعات 3700 درهم. مبلغ النقديه عندنا في لاكيست، وكنديروا تحصيل كيف ما كتشوفوا. ها هي لاكيست عندنا فيها 3700 درهم. هنا كنشوفوا الكميه، معاملات كاملين اللي دازوا. نرجعوا هذا المقطع باش نشوفوا الاحصائيات ديال المبيعات ديالنا. باش نشوفهم غادي نضغطوا على الاداء. كيف ما كتشوفوا الخط اللي بالزرق كيمثل الارباح، والخط اللي بالخضر كيمثل المبيعات. هنا تجديد المخزون، كنشوفوا المخزون. هنا كنشوفوا القيمه والكميه بالارقام كما كتشوفوا. هنا نقدروا نختاروا المده الزمنيه، على سبيل المثال من الاول الشهر اللي فات لدابا. كيف ما كتشوفوا معايا المعاملات ديالنا كاملين بطريقه مبسطه وسهله. دابا هذا المقطع الا بغينا نزيدو شي واحد عندنا في المحل، نعطيوه مثلا الاكسس. باش نزيدو كنضغطوا على الاعضاء، كنديروا دعوه، من بعد كنديروا هنايا بالتليفون اولا بالهاتف. نقدروا نديروا النمره ديالو ولا البريد الالكتروني ديالو. وهنايا يا اما بائع يا مدير الدور ديالو في السطور. كنوركوا على دعوه كتصيفطها ليه. هذا المقطع باش نشوفوا الاعدادات ديال المتجر ديالنا. كنوركوا على الاعدادات. هنا نقدروا نبدلوا الاسم ديال المحل، هنا العمله الدرهم، هنا العنوان، وكنضغطوا على حفظ فاش نساليو. وتمايا كتشوفوا القيمه، الكميه، المعاملات ديالنا، شحال عندنا في المخزون. صافي.